نطرح مشروع عملي، وهذا المشروع بسيط جدا ألخصه وإن شاء الله بإذن الله غادي نفصل فيه. المشروع من الآية الكريمة: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. لذلك نحن بحاجة إلى مشروع يحتضن الإنسان، فنحن بحاجة إلى مشاريع تحتضن الفرد، خاصة الشباب تحتضنهم، يعني خاصة من الناحية الفكرية والنفسية ومن الناحية العلمية، فلا بد احتضانهم باش ننقذوهم من شبح البطالة من المخدرات. فالتركيز على الشق الأول هو الكلمة الطيبة، بروغراماتيو بوزيتيف، أننا المايند سيت از ايفريثينغ، عندنا مايند سيت إيجابية، مايند سيت بوزيتيف باش نقدروا نخلقوا جيل إيجابي مقدم على الحياة، ماشي يتمشى بسلبية، بخوف، بألم، بضعف، بقلق، وعايش يعني في إدمان مستمر من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، من إدمان السوشيال ميديا إلى إدمان المخدرات وغيرها من الأمور السيئة. الحل هو التحلي بالإيمان وتخطي الإدمان، تحمل الآلام والسعي نحو تحقيق أحلام. الصالة فيلوزوفي لابد خصنا الشق الأول هو أننا نركزوا على برمجة عقول الشباب، كما قلنا المايند سيت از ايفريثينغ، والجبل الثلثين تاعه تحت الأرض هو المايند سيت، تفكيرنا، طريقة تفكيرنا. ثم المرحلة الثانية اللي هي العلم. العلم نور والجهل ظلام. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون. تكون عندنا برامج يعني تثقيفية، برامج تعليمية قوية تخرجنا جيل منتج. هذه المعادلة، أن خص يكون عندنا شباب منتجين على أرض الواقع يستطيعون أنهم يكونفرتوا العلم موني. ثم المرحلة الثالثة أنك توفر بيئة، عناصر باش يعني بيئة وين يفجر طاقات تاعه ويستطيع أنه يكونفرتي كما قلنا العلم تاعه. تكون كاين حاضنة أعمال نموذجية اللي بها هاد الشباب يقدروا يديروا الستارت اب تاعهم، مؤسسات ناشئة تاعهم، مؤسسات صغيرة ومتوسطة، ومن خلال هذا المشروع أننا نمتص البطالة. وكما قلت وأعيد وأكرر، احنا الجزائريين عندنا الحماس، عندنا كل مؤهلات النجاح، عندنا الشباب، عندنا الثروات، عندنا الأرض، عندنا الجبال، السهول، الصحراء، البترول، الغاز، اليورانيوم، كل الخيرات، الذهب، الفضة، كل شيء كاين، ولكن ينقصنا الفكرة. تخلينا أننا نستثمر في العنصر البشري، تخليه من عنصر راكد إلى عنصر حي مؤثر، يستطيع من خلالها أنه ينطلق في الحياة وينجز كما أنجزوهم ننجز نحن. كما قلت وأعيد وأكرر، لابد تضافر الجهود. نحن الجزائريين عندنا ضعف في تضافر الجهود، لازم ثقافة التشجيع تنتشر بيناتنا. وأنا في المشروع أطرح مبادرة للوصول إلى هدف 50,000 منصب عمل، 1000 منصب عمل في كل ولاية، ويتضافر كل الجزائريون من أجل صياغة هذا المشروع، وكلنا نستفاد منه، كلنا نصنع الرحيق وكلنا نستفاد من هذا الرحيق. كما هي ثقافة النحل، بالعكس ثقافة العنكبوت، القوي يأكل الضعيف ولا القوي لا يبالي بالضعيف. وإن أوهن البيوت لا بيت العنكبوت، مش بيت النحل، بيت يعني فيه إنتاج، فيه أن تتقاسم هذا الخير وتعيش بأمن وأمان بعيد كل البعد عن الألم اللي نحن نشوفوه هنا أو هناك. لذلك المبادرة تهتم بصناعة بإخراج بتوفير 50,000 منصب عمل، وهذه النخبة الجزائر هم اللي يقوموا بها ويخدموا هذا النموذج للشعب الجزائري وللسلطات. ومن بعد تقدر إذا كانت كاين إرادة شعبية وإرادة تاع الدولة يقدروا يضربوها في 100 تولي 5 ملايين منصب عمل. وبهذا في حدود 2028 2030 نكونوا قضينا على البطالة، وتكون كاين زيادة في الأجور، نقص في التضخم، يعني تدفق في العملة الصعبة، ونخرجوا من هذا الألم اللي احنا يزداد يوميا. لذلك تفاصيل المبادرة غادي تكون في فيديو آخر، فيديو مفصل. مادام نتوما يعني تقولوا لنا واش رايكم في الشيء اللي طرحته، وش رايكم يعني مادام يعني تقيموا هذه المبادرة، تقيموا هذه الأفكار باش نخرجوا بحلول عملية على أرض الواقع، ما نكونوش غير كينار جريد يعني مباشرة تطلع من بعد عاد تنخفض. لا، لابد يكون عندنا تفكير استراتيجي. كما قلت أن الجزائر قارة، احنا عندنا الجزائر بحجم يعني محرك بحجم 3000، شوفوا 3000 يعني حصان، احنا نخدموا 10% من هذا المحرك. فلا يعقل الجزائر تبقى جامدة، تبقى معطلة. يعني الحمد لله كاين عقول في مختلف الميادين في الداخل وفي الخارج، يعني ما شاء الله شباب متميزين والله ما شاء الله. مادامينا كما خلاه يعني نبارطاجوا الفكرة ونشاركوا في هذه الفكرة، لأن باش نصنعوا حاجة متميزة متماسكة قوية على أرض الواقع، ويعني ونقضوا أبنائنا من الغرق في المخدرات ولا الغرق في المحيطات ولا الغرق في بيروقراطية الدول الأخرى وسلبيتها وعنصريتها ومقتها وتكبرها علينا. لذلك أقول وأعيد، فرنسا سياستها
مريضة سياستها تاريخها أسود وفي الحاضر وفي الماضي، وهي تدين باعتذار للشعب الجزائري، وهي الآن مستمرة في تعنتها، ماشي يعني كما فعل يعني اليهود لما طالبوا حقوقهم الآن من ألمانيا لرد حقوقهم. نحن الآن مازال ينتهكون الحقوق، مازال يعني يستمرون في تعنتهم وفي ظلمهم للشعوب. لذلك نأسف كل الأسف على ما يحدث، وأدعو إلى ضبط النفس والسلمية والتعبير بالطرق الحضارية. وقال عمل قليل دائم خير من كثير منقطع كالنهر والفياض. إن شاء الله بإذن الله نتعاون من أجل صناعة حياة طيبة لنا ولأبنائنا. ربي قدرنا، وأراكم إن شاء الله بإذن الله في فيديوهات، يعني إن شاء الله بإذن الله بعد سماع تعليقاتكم نشر معنا هذا الفيديو. تحياتي لكم، السلام عليكم.